تعرف انت من وين اليوم بدك تبلش؟ بهدف مبابي الصاروخي، ولا تسديدة السكوت اللي اطلقها فالفيردي، ولا الهدف الجميل اللي سجله رودريغو، ولا مهاريات دياز؟ كلياتها شيء اجمل. ولكن الهفوات الدفاعيه اكيد بدك توقف عندها على طول بالنسبه لريال مدريد. ولكن الشيء الجميل اللي هو انه الثلاثي المرعب يا جماعه سجل. يعني الثلاثه هم، تكلم حتى فالفيردي، يعني من اكثر اللاعبين هذا الموسم تسجيلا من بعد ال 16، لا غبار عليه. هدف جميل ولا اروع. ريال مدريد اعطى اليوم روح ثاني. سيبايوس قاعد يقدم مباريات جميله بصراحه النمله. ولكن الاجمل والاروع هي اهم شيء، هي شوف حتى احتفاليه مبابي، حتى احتفاليه فالفيردي، حتى احتفاليه، تحس انه الفريق استعاد مستوى. نتمنى طبعا انه يظل هيك، لانه هذا ريال مدريد. معكم محمد بهاشتاج سبوت. اتمنى طبعا تشتركون بالقناه. تكلم ايضا على مباراه برشلونه اللي امبارح خسر يعني ضد اتلتيكو مدريد باخر الدقائق. اي نعم سيميوني وطريقته، اي نعم ركن الباص، اي نعم، ولكن انت اليوم هانز فليك اللي العالم كلها ببدايه الموسم هي افضل صفقه. حنتكلم اليوم بناس طلعت وصارت تهاجم وتقول لك لا مو افضل من تشافي، مو افضل من كومان، مو 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 حنتكلم اليوم على مباراه كانت جميله بين الاتلتيكو وبرشلونه. برشلونه استحوذ، برشلونه حاول يسجل، لكن ليفاندوسكي مو كان بيومه، لعيبه برشلونه ما كانوا بيومهم. نتكلم على فرص ضائعه، شفنا رافينا شلون ضيع الانفراد اللي حطه فوق الحارس اجت بالعارضه. نتكلم على كذا منهج بالنسبه لبرشلونه. على الميله الثانيه نتكلم على مدرب 18 مره، يا الهي 18 مره انت منت ربحان على برشلونه. انت 18 مره منت ربحان على برشلونه. ليش؟ لانك سيميوني. بغض النظر طبعا شفنا شلون الزلمه ما احتفل نهائيا، راح مباشره على غرف تبديل الملابس. اي نعم هو متشجع وهو فرحان، ولكن ما احتفل بين اللاعبين، ما احتفل انه هاي اول مره افوز على برشلونه وبارض برشلونه. ولكن هاي هي قصة برشلونة، يوم طالع يوم نازل. طبعا أنا سبق وتكلمت أنه برشلونة وريال مدريد هم خطان مستقيان لا يلتقيان، لأنه اثنيناتهم إذا واحد يربح الثاني يربح، إذا واحد يخسر الثاني يخسر. إلا المرة عاندني برشلونة، ما إجباري يعني. والحمد لله أني مدريدي، لأنه كان الكل شل وجهي. ولكن اللي يشجع مدريد يا أخي ما يخيب. على قولة خليل البلوشي وقت قصفهم، قالوا لهم ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية وعندك مشجع لبرشلونة يقول لك 4-0. يا أخي نوم ال 4-0 معاك يا رجل، وخذ الثلاث نقاط مسامح بهن. نهاية الدوري نتواجه، حتى لو ريال مدريد ما أخذ الدوري. ولكن نتكلم اليوم على مباراة جميلة بكل أبعادها. شفنا فرحة أنشيلوتي، شفنا الجماعية، الروح الحلوة الموجودة بقلب الفريق. لا شيء عجيب، شيء جميل بصراحة. معكم محمد بهاشتاج سبورت. أتمنى طبعا ترجعون تشتركون بالقناة، والسلام عليكم.